لو سألتني ايه اكتر حاجة فرقت معايا كمبتدئ هقول لك مش التحليل ومش المؤشرات. الحاجة اللي غيرت كل حاجة ان انا كنت بكتب كل صفقة بخشها. ايوه، زي دفتر يوميات كده. كتبت ليه دخلت الصفقة وخرجت فين، كسبت قد ايه وخسرت ازاي. بعد اسبوعين بدأت اكتشف نمط غريب، ان كل الخسارة بتيجي عن طريق العشوائية والقرارات الاستعجالية، وان كل المكسب جاي عن طريق الخطة. فبالتالي بدأت أنفذ الصفقات بالخطة أكتر وبطل العشوائية والقرارات الاستعجالية. الموضوع بسيط بس بيفرق جدا على تداولاتك على المدى. لو حابب أوريك شكل الجدول اللي أنا بكتبه، اكتب في الكومنتات عايز الجدول، واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتابعني علشان استعلم التداول من الصفر للاحتراف. يلا سلام يا بطل.